السلام عليكم أعزائي. تذكرون الثوم؟ هذا الثوم طلع والحمد لله مثل ما انتم شايفين. وحبيت أراويكم الخس. تذكرون الخس اللي زرعته قبل فترة؟ هذا الخس ما شاء الله وطبعا شلت كل الزرع مثل الريحان والرشاد والفجل، لأن صراحة الريحان وصل مرحلة إنه استفاد من البذور مالته، فأخذته على مود أخذ البذور إن شاء الله أزرعها السنة الجاية. وهذا عندي الكرفس، هذا كرفس عراقي. طبعا الكرفس يتحمل البرد حال الخس أو الثوم. وهاي عندي، هذا عندي كراث، بس الكراث شوية يعني مثل ما انتم جاي تشوفون متأخر. وهذه التينة، هاي تينة سورية. هسه هي حاليا جاي تمر بمرحلة الخريف، وهو تساقط الأوراق، وإن شاء الله لما تتساقط كل الأوراق راح أراقب درجة البرودة، وإذا وصلت يعني درجة شوية قاسية راح ألفها بقماش، ويعني بس مجرد لكم يوم، وإن شاء الله من بعد هاي الكم يوم أرجع أشيل القماش بشهر الثاني، وإن شاء الله خير. وهاي هنا مكان كنت زارع بيه أيضا خس، وهذا المكان كنت زارع بيه طماطة، مثل ما انتم شايفين بقت بقايا الطماطة لازم أنظفها وأشيلها، لأن إذا ما شلتها راح تطلع ترجع تنبت مرة ثانية. وعندي هاي التينة نفس القصة، جاي تمر بمرحلة تساقط الأوراق. وهنا أعزائي كنت زارع طماطة أيضا، هاي كنت زارع بيها طماطة وباذنجان وفلفل. وهنا كنت زارع لوبيا مثل ما انتم شايفين. ذكرت شغلة، هنا أنا زارع زرعت قبل كم يوم بوتيتا، فإن شاء الله ننتظرها. هي هسه حاليا استوى، بلشت جاي تدفع مثل ما انتم شايفين. هذه هنا أعزائي، هاي هنا بوتيتا جاي تدفع. وعندي هاي هنا لا تشوفوها، هاي السواد اللي هو هذا، وهذا هاي رؤوس البوتيتا اللي جاي تدفع وتطلع إن شاء الله. البوتيتا عندنا هنا بتكساس زراعة شتوية، فنزرعها ببداية الخريف، وإن شاء الله نحصدها بشهر الرابع أو الخامس، وتكون يعني زراعة حلوة. وهذا بيت العصافير، حط لهم بيه أكل وحلو يعني. تشوفون نشوف أنواع من العصافير تجي تاكل. هاي لحد الآن ما ماكليه، بس هذا من هاي الجهة ماكليه. أحب هيك الشغلات هاني. وعندي هذا شبنت، هذا الشبنت عراقي 100%. طبعا هاي البذور جبتها من العراق. وعندي هذا البصل عراقي أيضا.
البصل أخذنا من عنده كم مرة، يعني مشينا من عنده كم مرة، بس مثل ما انتم شايفين شوية زراعته كلش قريبة على بعض، وإذا البصل يكون قريب على بعض ما ينمو بصورة صحيحة. هنا كنت زارع خس، وهاي عندي هنا نعناع قبل كم يوم نقلته من مكان إلى هذا المكان، وإن شاء الله يكمل وينمو على السنة الجديدة. وهاي تشوفون أولادي وين حاطين طوابهم. أحرى هاي وردة على شكل، سبحان الله، شكلها مثل شكل الطيور. لا تشوفوها هاي أعزائي، شكلها مثل العصفور. وهاي جاي نوافيكم أعزائي موسم الخريف، أحسه شوية موسم حزين، وإن شاء الله يمر بالخير والعافية عليكم وعلى الجميع إن شاء الله، ونرجع للربيع وتتفتح الورود وتنمو من جديد. حبيت أوافيكم بهذا الفيديو الجديد وأعطيكم أبديت. يلا أعزائي نشوفكم على خير وعافية إن شاء الله.